انا بحط ده طبعا يا جماعه فصل للحين جبس بينمل. بنفتحه زي كده ونكشف الورق بتاعه وبعد كده بيتشيش بالشاي زي ما هنشوف دلوقتي. ده لحين 2 جبسون بورد ويكون فيه فصل منمل بينهم زي ده مثلا، زي ده كده كان في هنا برضه فاصل وعالجناه بنفس الطريقه كده علشان خاطر مهما تدهنه ومهما تعمل فيه بيتنوا ينمل كده على طول. دولت لحين 2 جنب بعض. طيب احنا ليه بنكشف الورقة كده؟ اولا عشان خاطر المعجون يبقى على الجبس، ثانيا علشان ما تكونش واخدة طبقة اعلى من اللي حواليها، يعني ما تكونش قبة، ما تجيش في الاخر تلاقي فيه مطب. لا، لما تحط الشاش وتمعجن عليه يبقى بسوى اللي جنبه، ما يكونش فيه حاجة بارزة او ما تكونش ملحوظة. طبعا زي ما احنا شايفين الاسطى محمود اهوت بيحددها عشان خاطر ان هي ما تسرحش معانا اكتر من كده. احنا كل اللي محتاجينه 5 سم من الناحيه دي ومن الناحيه دي. طبعا ورقه الجبس دي بتكون هي الورقه اللي مديه متانه للجبسون بورد، فاحنا طبعا بنعوض اللي احنا بنشيله ده بالشاش، اللي احنا بنحط شاش بيعوض المتانه ديت، بل بالعكس بيديها متانه اكتر كمان، اكتر من الورق. لكن الجبس طبعا من غير الورقه ملوش اي لازمه، فاحنا اللي احنا بنشيله ده هنحط مكانه الشاش. ادي بكرة الشاش اللي هنحطها مكان اللحام. طبعا دي بيكون لها سمك وبيتحط عليها كمان معجون، فعلشان كده بنشيل الورقه عشان خاطر ان السمك ده في الاخر يبقى بسوى الحيطه ما يعملش معانا مطبات. طبعا دلوقتي زي ما احنا شايفين الاسطى محمود بيقيس الشاشه الاول ويقطع. الله ينور عليك يا حودي، فنان يا ابني فنان. لا استنى بقى، حط لي معجون الاول. الاسطى محمود كده بيملى المعجون اهوت، بعد كده هنحط الشاش وبعدين نضغط عليه. بس هحط الشاش بقى في رجله كده. طبعا بيحط الشاش، بعد كده بقى هنمشي عليه بالسكينه عشان نغطسه ويبقى بسوى بقيه الشغل. الله ينور يا حبيبي. طبعا هنسيبه بقى ينشف، هتكون معجونه خست شويه وبعد كده نرد عليه تاني. كده تضمن ان اللوحين الاتنين ما يسيبوش بعض ولا يحصل بينهم ترميل تاني. اتمنى يكون الفيديو القصير ده عجبكم، ونقول للمعلم محمود الله ينور يا حوده. عليك يا عم الشيخ، عامل ايه؟ ومعلم عبد الرحمن، تعالى كده عشان الاضاءه يا عبد الرحمن، نقول له برضه الله ينور عشان الراجل ده بيشقى معانا. استودعكم الله والسلام عليكم. ايه؟ دي حاجه بسيطه دي حاجه بسيطه ان شاء الله. لو في حاجه اي فكره اي حاجه برضه هننزلها للناس يعني. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.